السلام عليكم اخواتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم رفيسه بطريقه جد سهله وتجي بنينه بزاف. الطريقه ديال الام ديالي، فتابعوا معايا اخواتي الفيديو الاخير باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه غنبداو بها هو العجين ديال المسمن اللي غنحتاجو هنايا: زلافه ديال الدقيق، نص زلافه ديال السميد، ملعقه صغيره ديال الملحه، وملعقه كبيره ديال السكر. وغنخلطوا هاد النواشف، من بعد غنضيف الماء باش نجمعوا العجين. صافي، من بعد ما تجمع ليا العجين وتدلك مزيان بالعجانه، هنايا غنشكلوه كويرات وغندهنوه بالزيت وغنغطيو عليهم ونخليهم يرتاحوا، وغنتقلوا باش نوجدوا الدجاج. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجو باش نحضروا الفيسه: جوج حبات ديال البصل اللي مقطعين نصف دوائر على هذا الشكل، وايضا دجاج بلدي. هنايا درت دجاجه كامله، ممكن ديروا غير نصف دجاجه على حسب افراد العائله. هنايا كما قلت لكم البصل يكون مقطع على هذا الشكل، شويه ديال القزبور، 3 حبات ديال الثوم. بالنسبه للناس اللي كتعجبهم الثوم يقدروا يزيدوا. وايضا 2 معالق ديال العدس اللي غسلته ونقيته مزيان، وايضا ملعقه صغيره ديال الحلبه اللي حتى هي غسلتها ونقيتها. بالنسبه للتوابل غنحتاجوا الخرقوم، سكينجبير، الابزار والملحه والزعفران، وايضا غنحتاجوا ملعقه ديال المساخن. صافي، هادو هما المكونات. غنبداو طريقه التحضير. اول حاجه غنضيفوا زيت الزيتون، من بعد غنضيف عليهم البصل المقطع شرائح وغنخليوه حتى يدبل شويه، عاد غنضيفوا عليه الدجاج وباقي المكونات. هنايا من بعد ما شحرنا البصله شويه غنضيفوا الدجاج، وغنضيفوا ايضا حبات ديال الثوم، غنضيفوا القزبور والتوابل. صافي، غنخليوها حتى تحمر مع التحريك المستمر بطبيعه الحال، وغنمرقوها بالماء يكون سخون وغنغطيو عليها. من بعد ما خلينا الدجاج يطيب شويه، دابا غنضيفوا 2 معالق ديال العدس، وايضا غنضيفوا ملعقه ديال الحلبه، وغنقصوا على العافيه باش يطيب الدجاج على خاطرو وحتى داك العدس يطيب وتجي داك المرقه خضره. وغنتقلوا باش نكملوا التحضير ديال المسمن بين ما طاب لينا الدجاج.
من بعد ما طابت ليا ديك الدجاجه حيتها، غنديرها في الصينيه ديال الفرن وندخلها للفرن تحمر. اما ديك المرقه غنقص عليها وغنخليها حتى تعقد ليا مزيان. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال الفيسا اللي حضرت معكم اليوم على الطريقه ديال الام ديالي. كنتمنى تنال اعجابكم، الصراحه تجي بنينه بزاف وكنصحكم تجربوها. تلاقاو فيديو جديد مع وصفه جديده بالصحه والراحه.